شكرا للزملاء وأهلا بكم وبكل مشاهدي برنامج من العالم. تتعرفون معي مشاهدينا اليوم على أقدم عاصمة لتونس، ليست قرطاج وإنما أوتيك. تابعوني في هذا التقرير لتعرفوا أكثر معلومات. المراهون بالآثار التاريخية وعشاق كل ما هو جميل سيجدون حتما بغيتهم في مدينة أوتيك، إحدى أشهر المدن الأثرية بالشمال الأفريقي، والتي يقصدها السياح من كل صوب وحدب. وهي تقع في الشمال الشرقي لتونس، غير بعيدة عن مدينة بنزرت، أقدم موانئ الشمال التونسي. ويعتقد أنها أقدم المستعمرات الفينيقية في الشمال الأفريقي، حيث يعود تأسيسها إلى سنة 1101 قبل الميلاد، أي 9 سنوات بعد تأسيس مدينة قادش بإسبانيا، وقبل تأسيس قرطاج ب287 عاما. وقد أسموها عتيقة بمعنى العتيقة، وجاء تأسيسها من طرف سكان صور في إطار النشاط التجاري للفينيقيين، هؤلاء البحارة المتمرسين. تمتعت أوتيك باستقلاليتها حتى بعد تأسيس قرطاج سنة 814 قبل الميلاد، ولم تخضع إلى سيطرتها إلا بعد سنة 480. وبالرغم من أنها ظلت حليفة لقرطاج في الحروب الرومانية البونية الأولى والثانية، إلا أنها تخلت عنها في الحرب الثالثة، فجازتها روما بمنحها لقب المدينة الحرة، واتخذتها عاصمة للمقاطعة الرومانية بشمال أفريقيا. شاركت أوتيكا ابتداء من 49 قبل الميلاد في الحرب الأهلية التي واجه فيها أنصار قيصر أتباع بامبيوس، وقد عارض كاتون الحليف لقب مستوطنة. عرفت المدينة أوجها وتمكنت من الحصول على الحق اللاتيني في عهد سبتيموس سيفاروس على غرار لوبدا وقرطاج، وقد أسفر إعادة إعمار مستوطنة قرطاج في عهد أوكتافيوس سنة 29 قبل الميلاد عن نتائج وخيمة على أوتيكا التي فقدت دورها كعاصمة للمقاطعة الرومانية بشمال أفريقيا، واسترجعته منها قرطاج لتحتفظ به طويلا. ظهرت بوادر انتشار المسيحية لدى سكان أوتيكا منذ أواسط القرن الثالث ميلادي، وقد تضاءلت الخزانة البنية بشكلها الطولي وأطرافها المستديرة، وكسيت جدرانها الداخلية بطلاء عازل يمنع تسرب المياه. أما المنشآت الرومانية فقد تعرضت أغلبها إلى التلف، ويؤرخ جلها بالقرن الثاني بعد الميلاد، وأهمها الساحة العامة، وهي شاسعة ومبلطة بصفائح من الرخام البروكونازي. أنجزت في القرن الثاني بعد الميلاد على أنقاض الساحة القديمة التي كانت أصغر حجماً. أريان
لطالما كان الاعتقاد بأن قرطاج هي أقدم عاصمة لتونس سائدا لدى أغلب الناس وحتى بعض التونسيين منهم، لكن الدارس لتاريخ أوتيك سيكتشف العكس، خصوصا وإن تم الكشف عن بقايا الآثار والتي لا يزال أكثر من 3/4 تحت الأنقاض. انتصار شلي لبرنامج من العالم، تونس.